قلت له شفت العده الجديده الجايه دي اللي بتشغل ممكوعوك دي، انا بس جاي معاه هي بس. الله اكبر. قبل شويه يا مجاهد، قبل بابا شويه بابا والله حارسينك انت بفراغ الصبر، حارسينك انت بفراغ الصبر. وان شاء الله ربنا يجيبك بسلامه ان شاء الله يا غالي. لقى التحيه وتقدير والله يا. قبل شويه انا في اللايف ده يا دباخ قلت له اسمه الفاتكم والجايكم تاني. والله نحن الان في مرحله مفصليه، وميليشيا الجنجويد دي لو عارفه العتاد والعده الجديده اللي وصلت لبورسودان، والله اي واحد لو عارفها كان خدت سلاحه وعرد، لكن هم ما عارفينها. وشغل الجغم وقسم بالله بعدها يا داب بعدها احلوت. وتحرير كردفان هو تحرير دارفور. نهايه الجنجويد ما في دارفور، نهايه الجنجويد في كردفان. بمجرد ما حررنا كردفان اقسم بالله الضعين دي، والله اقسم اتذكروا كلامي ده للتاريخ، والله الضعين دي طلقه ما انفكها. اقسم بالله الضعين دي وقت نصلها الناس دي ما ناس دواس، دايرين يخلقوا المعارك كلها في كردفان. بمجرد ما نصل هناك للمصارين البيض ديل لهم كومباي كلهم يخطوا العتاد، ويجي ماديبو يقول لكم زي ما انا زمان قلت لكم يا جماعه اطلعوا منا ونحن بنحميها برانا، نحن الان بنسلمكم ليه. اتذكروا كلامي ده، وقسم بالله الضعين دي نخشها فاتحين طلقه ما تنفكها وش تسلموا تشوف. الله اكبر. احنا يا ضعف والله يا عندنا كباخ راي، الوداد عادي يا عندنا اخي، راي والله اصله من يا الله فتحا قريب. سيادنا يا رجع. فيلسوف. اسمع كلامي، عندنا راي والله. يعني احنا الفرمله بتاعتنا والله احتمال ذاته الوقت ده تكون ما في الجنينه دي ذاته شفت نجا عابرين فيها. فرج به. اسمع ليه عندها فوق؟ ما والله حساب مدافوق جوا يا ذاته زول، اسمع مدافوق كلامي يا اخي. مدافوق ذاته عندنا راي. يعني احنا بعد ما خلاص ما بقينا دوله 56 ما هوي نحن الشغله دي نحن ما دارين نعمل بنمدا فوق، نحن دارين نمشي. ماشي كده بس. شفت الحته اللي اسمها شواطئ دبي دي، نمشي دبي هناك. شفت شواطئ دبي دي ذاته دارين الناس دارين ندخلنا الاسلام ونمشي نسوق ناس مش كوريب ديل نعمل خلاوي هناك بدل الشواطئ دي. واينما وجدت بذره الجنجويد نحن نقتلعها اينما وجدت. والله فعلا هذه يا البذرة جماعه الناس دي محتاجين فتح اسلامي، لانه اليامات دي عاملين حملات ضد الاسلام صراحه كده، وعاملين عديل في بريطانيا، يعني انه يحاربوا الاسلام. تخيلوا يا جماعه، حتى الطلبه بتاعينهم منعوهم انه يختلطوا بالمسلمين اللي في الجامعه في بريطانيا. الكلام ده لا دي مشكله الجماعه دي والله. محتاجين فتح اسلامي من جديد. يا طباخ مدرس. والله شوفي والله هو ده دورنا السلام نحن عليكم. كناس ناشطين وكناس السلام اعلاميين. عليكم، مساء الخير عليكم جميعا اخواتي اخواني. عليكم السلام. السلام. نحن والله كناس ناشطين وكناس اعلاميين. شوفي الدور الاعلامي مهم جدا جدا، وخاصه الناس الناشطين، لانه نحن قاعدين في زمن الناس اللي قاعدين في الزمن ده ما في زول فايق يفتح له التلفزيون يشاهد، بيمسك تلفونه ده بيشوف الحاصل في البلد شنو بالتلفون بس. فنحن لازم نوعي الناس عبر الصفحات الإعلامية دي، والصفحات دي لازم كلنا نوعي الشباب ديل، نوعيهم ونفهمهم الهجمات الغربية على الدول، على الإسلام وعلى المسلمين وعلى أفريقيا خاصة. بيخلقوا صراعات ليه؟ في الصراعات دي ليه في أفريقيا بس؟ الصراعات دي ما تبقى في أوروبا ليه في أفريقيا؟ معناتها الشغلة دي مصطنعة. نحن نفهم أولادنا، نفهم أبنائنا إنه دي في مخطط كبير دار يهدم ما السودان، يهدم افريقيا كلها ويهدم الاسلام ذاته. فنحن لازم كلنا نوعى. فعلا صح. يا أردت مجاهد للكاهن الفيلسوف التكريم. فلا يا جماعه الاذان ده اذن، فنستودعكم الله يا جماعه. هذا جاء تصبر يا زول. دقيقه بس، دقيقه هنا دقيقه بس. انا داير اقول لك انت والكائن تهرب دقيقه. كلكم الدور ده عليكم انتم، ما سمعني الدور يا عليكم انتم، الكاهن. وربنا يوفقكم وان شاء الله ولقدام ان شاء الله رب. والله شعب السودان كله في رقبتكم انتم ومحتاج لكم يا محمد، زي ما بقول لكم. هاي يا حكومه الناس اللي بتتكلم مثلا على التكريم ده يا جماعه اللي كان غايم به ذاته السلطه الرابعه ده، السلطه الرابعه ده ذاته هو كان قايم به يعني. دعم سيب الحقيقي ولا واحد تبعه انفصال زيه؟ انت عبد استنى يا الرحمن مجاهد،
انت عمسيبي ولا انت عمسيب زادك؟ ما تفتح المايك بتاعك يا لماذا تهرب يا رايع؟ يا ولدنا عبد الرحمن، دار تفتح المايك ولا ننزلك يا زول؟ يمكن عايز يستمع ده بس. واحد اسمع، ده واحد عنده 12 كويس متابع، الكاين. دقيقة عنده دقيقة 12 بس متابع بس. الكاين والشباب الموجودين في اللايف ومشاهدين كلكم، يا ناس السلام عليكم كلكم. وين يا أدموا زول؟ أخوانكم الكاهن والناس الإعلاميين دول أدموهم كويس وشيروا لهم وعملوا لهم عشان يقدروا يوصلوا رسالتهم، وهم المحتاجين للشعب يعني بطريقتهم هم يوصلوا للشعب السوداني، وانتم بأي طريقة حاولوا باستعمال المستحيل كويس. بدل تيجي شاهد لي في فيديوهات ساعت هنا انشر لهم فيديوهاتهم ديل ووصل لهم صوتهم قدام، قول لهم التحية وتقدير، أدامهم حلوين. الله يعزك لكم التحية وتقدير. يا السلطة الرابعة مالك ما ثاني عملت حاجة عليك فيديو يا ثاني السلطة حاجة الرابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام فرزق. أخونا كان وعليكم التحية السلام يعني. عليكم. التحية لسائر السلام الضيوف عليكم. يعني. مساء الخير عليكم جميعا يا إن شاء الله جماعة. طيبين يا جيش. حبابك والله يا فرزق، كيف انت؟ ان شاء الله طيب وكنت صرفة ان شاء الله طيبة. تسلم إن شاء الله يا كاهن. الله يعزك والله يا كده طبعا قاعدة دي حد سامعة اللايف معلش قطعت زول. لا ما مشكلة كملي. قلت لك قبل سمع اللايف وقاعدة تحيط ومعلش ما أقدر أغير الموضوع، لكن قبل عجبتني قصة زواجك والسيرة لكردفان بإذن الله تعالى، فكنت يعني تحيط حابة أشارك يا كاهن. وطبعا نحن يعني بكل صراحة ما شفت غرب السودان، وإن شاء الله يا كاهن تبقى سبب ونمشي زواجك هناك يا بنت البرهان، سامعني؟ فإن شاء الله يعني مش هناك كردفان وأنا أجمع من أول الناس اللي إن شاء الله حشارك معك وحجيك بإم 16. قصرت معاك يا كاهن؟ الله أكبر الله أكبر الله كان أكبر. بعدك ثاني. يا أخوة الله يعزك يا ده اللي بقدر عليه. كل الحب لك والله. بقدر عليه بس. والله العز بيك والله. لا العز بيك يا كنت الله صرفة. يكرمكم. العز بيكم كلكم والله تسلموا إن يا شاء الله. يا سلطة تسلم. الرابعة. وأنا شايفة في بال كلامكم بشرني بإنه خلاص الحرب الشكلة خلاص الحمد لله انتهت لما بقينا في الأفراح. إن شاء الله طبعا ربنا يجيب المسرات ويجيب الأفراح ويجيب البشريات الأيام الجاية ويتم الفرحة إن شاء الله يا رب العالمين. الأيام الجاية إن شاء دي الله. ان شاء الله وانا ده إن شاء بين هناك ونحن ان شاء الله في الفاشل عرفنا ان شاء الله بإذن في الله الفاشل تعالى. باذن الله الله ربنا أكبر تعالى الله رفع أكبر القدم الله أكبر الله أكبر اللهم آمين. من اول على المعلمين قدر ومكبرين في الفاشل ان شاء والله الله. إن شاء الله يا مكافح تبقى لنا سبب عشان نشوف الغرب الحبيب يعني. أنا والله ما شفته لكن أتمنى أشوفه يعني. إن شاء الله ربنا زي ما بيقولوا يا أخو تبقى لنا السلفة، بشريات ونتحرك. أيوه أنت عارفة سبحان الله والله العظيم، يعني غرب السودان فيه جمال غير طبيعي قسما برب الكعبة، يعني بالذات كردفان. أنا زرت جنوب كردفان، جميلة بصورة غير طبيعية والله العظيم يعني. وبالذات كمان يعني لو مشينا كده دارفور الفاشر يعني جميلة بجد. يعني عندنا نحن في السودان هو كل يا بنت البرهان كل السودان كردفان ودارفور عموما جميل. ايوه عموما نتمنى نشوف السودان يا الكاهن، عموما السودان جميل. يعني عندنا طبيعة خلابة جدا. الناس لو كان يعني ركزت بجد يا الكاهن في السياحة في السودان، يعني بجد يعني كان حتكون مصدر بتاع دخل للدولة زي ما عندنا هنا. طبعا أنا في القاهرة يا الكاهن، هنا مصر معتمدة اعتماد كلي على السياحة، ونحن عندنا مفروض السياحة دي تكون عندنا نحن والله. أيوة مفترض. يعني عندك في شمال السودان كويس. انا بتدخل في حاجه صغيره كده ممكن؟ اتفضل. تمام. يلا يا اخوانا السلام عليكم. الدوله دي ابناء الشعب والشباب اللي زينا واخواننا الموجودين معهم بنوا دولتهم ويستمروا دولتهم قدام كويس. والكلام ده مهم شديد بالمناسبه. الناس تقوم تكون يد واحد كتله واحده تعمر البلد. والله السودان ده احلى دوله في العالم والله، مش بقول لكم والله. تمشي كده تجي تلف تجي في السودان ده كويس. السودان جميل والناس تكون رأي واحد تدق على عين واحد كلمة واحدة تعمر البلد ده. والله السودان ده فيه أي حاجة في الدنيا دي. كيف تشيد حيلك أنت
تبني بلدك بس. ده الحاجة المطلوب منا، وإن شاء الله الناس تكون كلمتهم واحدة وشعار واحد بس. أهم ما يقولوا السودان فوق فوق. لكم التحية وتقدير. تسلم يا حكومة مورال، يعني تسلم بجد. في واحد بيقول في التعليقات تحت: طالما هناك حروب ما في اقتصاد. والله العظيم شوف، الحروب دايما هي في كل دول، يعني في دول كثيرة من العالم الليلة لو نحن شفناها فيها كانت حروب، لكن شعبها تمام قام باقتصادها، تمام رفع الاقتصاد بتاعها. فالسودان ربنا حباه بكل الثروات أي دولة بتتمناها، ونحن كسودانيين نحن مطمع لكل العالم، نحن السودان مطمع لكل العالم. يعني نحن لو قمنا ورفعنا اقتصادنا، يعني زي ما كان عندنا زمان نقول لك ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، بجد السودان حيقوم، والسودان حيقوم بأولاده. فالناس لما تكون كتلة واحدة ووحدة واحدة تمام البلد بتمشي لقدام. والناس لو عاينت لأنه السودان ده تمام يعني يقدر يمشي لقدام، حيمشي بمنو؟ حيمشي بأولاده، بالشباب، الشباب الواعية، الشباب اللي بجد دايرة تجتهد، دايرة تعمل مستقبل هنا فيها، دايرة ترفع دولتها تمام. الحاجة دي بتبقى ما في حاجة اسمها مستحيل، مستحيل ما في. أي إنسان عايز يعمل له حاجة بيقدر يعملها، بس كيف يكون في إصرار، يكون في عزيمة، عندك هدف قدامك انت خدته في حياتك، حتقدر تحقق النجاح ده. فأنا بتمنى إن شاء الله الناس يعني بجد الشعب السوداني كله تبقى كتلة واحدة والناس تمشي لقدام بإذن الله تعالى. وتمام. يلا تاني، انت ما على شرط تكون عندك وظيفة ولا عندك حاجة معينة كده، اي حاجة اللي انت شغال فوقه ده كويس، حاول تنتجه اكتر عشان توصل الدولة لقدام. كويس. اقتصاد الدولة دي كيف تعمل انت بنفسك عشان تطور قدام، لكن انت قلت بس خلاص انا عليك استخدم حاجة دي صغيرة كده خلاص معناته بكرة نعمل. لا لا، حاول كله مجموع انتج اكتر من اكتر، شغل تستمر لقدام. دول بناي ولا كان اي شيء، كان مهندس، كان اي شيء، حاول الدكتور بنفس الطريقة شنو واصل. الدولة دي محتاجة لك انت ولده، وانت اي شيء. وما في زول في الدنيا ده ما عنده وطن ما عنده أم، وما عنده وطن ما عنده ابو. وطنك ده اول حاجة. كويس. تاني حاجة، لما تكون في بيتكم جوا وسطان لازم تنظفها عشان تنوم، صح ولا عشان تقنك؟ بلدك ده تنظفه عشان تعيش. حط المعلومة لكم في راسك. السودان ده محتاج لأولاده، أولاده دول انتوا والمشاهدين والموجودين في اللايف كله، وفيه أكتر من كده. تحياتنا لكم، نقول لهم دائما، نقول لهم الأم هو الوطن الحقيقي، ما أمنا بلدتك. أمك بلدتك ده لو ما الوطن ده كان حط المعلومة ده. وتحياتنا لكم، وسوقوا المسيرة لقدام. لهم تحية وتقدير. تحية عليك والله يا حكومة مورال، كل والله التحية تحية عليك. والتقدير والله يا كل تسلم الحب يا لك. غالي. أقول تاني من جديد تسلم السلام عليكم تاني ورحمة يا الله تعالى مكافحة وبركاته. الأخوان الموجودين بتابوها. عايزاك أنا في واحد مقتول هواك يا بلادي قال لك: ولكن الحرب في السودان قضت على اللين واليابس. بالله عليك رد عليهم، بس عايزاك ترد عليهم. تمام. السلام عليكم ورحمة الله تاني من جديد. لكم كل الاحترام والتقدير. ترفع لكم القبعات احتراما وتقديرا وإحقانا. ونقول ربنا ينصر القوات المسلحة السودانية، وينصر الشعب السوداني، وينصر الأجهزة النظامية جميعا بمختلفاتها، وينصر الأهل لا للغبلية ولا للجهوية، وكلنا سودانيين. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال: لا فرق بين مسلم وعربي ولا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. أنا حارد على الكلام بتاعه ده بعدين أبو برهان. تمام. حارد على كلام أخوي حكون واسع، كلامه جميل جدا جدا، لكن أنا حاكب عليه. ونحن إذا لما نبني بلدنا أو نبني وطننا أو نبني عزتنا ما في زول بيبني علينا. نحن بنبني وطننا وبنبني عزتنا وبنبني كرامتنا وبنبني شرفنا بنفسنا يا حكومة. أن يا إحنا رب. إذا ما نفوسنا كانت بيضاء ونفوسنا كانت طيبة ويتلاحمنا ويتحدنا ويتمسكنا مسكة صح، ما بنقدر نعمل حاجة. والخونة في نصنا قاعدين، أقرب الناس لك هو يخونك، أقرب الناس لك هو يطعنك، هو أقرب الناس لك هو يكسرك، أقرب الناس لك هو يعمل لك ما يعمل لك. تمام.
احنا اول حاجه ننظف قلوبنا، ثم بعدين نقدر ننظف بلدنا، نقدر ننظف ارضنا، نقدر ننظف اهلنا، نقدر ننظف ناسنا واخواننا واخواتنا، نقدر ان احنا ننهض ببلدنا. والبلد ما في زي البنيه. البلد بيبنيها اولادها، البلد بيبنوها بناتها، البلد بيبنوها الناس لما تتماسك وتتحد وتجيب وقفه صح، ان احنا بنمسك البلد كده ضبنا ننهض بها. كلامنا نحن بنجعجع فيه ساي، في الميديا بنجعجع، في الارض الواقع بنجعجع، ان احنا كلامنا اكثر من فعلنا. الحاجه الثانيه قلوبنا ان احنا بقت وسخانه، وربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال، ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال انه لا يغير الله بقوم الا ما يغيروا بانفسهم. ان احنا لو ما رجعنا وغيرنا من نفسنا وغيرنا من اساسنا ان احنا ده ما حنغير من اي حاجه. ولو ما وقفنا وقفه صح وقدرنا ان احنا نجيب ونحارب صح، ما بنقدر نغير اي حاجه. تمام. ابسط حاجه ان احنا نجي نسالها، ان احنا مشغولين بهوا الدنيا، ان احنا مشغولين بالرفاهيات، ان احنا مشغولين بالتفاهات، ان احنا مشغولين بقله الادب، ان احنا مشغولين باي حاجه. تمام. والله وانا وانا بتكلم الكلام ده لانه انا والله الكلام ده موجوع مني شديد. لانه انا لما الزول يقول لي يا اخي انا سوداني والقاه بيعمل في حاجه، انت في الشارع حتى لو في دول الخليج لو في دول العالم انت في الشارع ما بقولوا عليك يا اخي لا لا انا سوداني، ما بقولوا لك باسمك، بقول لك يا اخي عين السوداني هندلك. انت برا في دول الخليج، انت في دول اوروبا، انت في دول ثانيه، انت بتحمل معنى بتاع بلد كامل، ما بتحمل معنى انت ومعنى ابوك واسمك انت فقط. لا، لو عملت عمل خير بقول لك الله عين السوداني، لو عملت عمل شر بقول لك يا عين السوداني. انا هنا في الحرب دي طلعت لنا ان احنا اوسخ ما في عندنا ان احنا قلوبنا ان احنا لبعض. والحرب دي ذاتها لما جاتنا لخير وجاتنا لفائده، وعسى ولعل انه ان احنا نستفيد منها، وعسى ولعل انه ان احنا نرجع لله بالطريقه الصح، وعسى ولعل انه ان احنا نمشي بالطريقه المقام المظبوط، لاساس انه ان احنا نقدر نجيب وقفه صح. ان احنا اذا ما اتحدنا واذا ما تقابلنا واذا ما وقفنا كذاب ان احنا نعمل حاجه في بلدنا، وكذاب ان احنا نرجع في بلدنا. الدول البر الاسي حاليا الدويله دي الاسسها منه؟ الدويله دي اسسها السودانيين. الدويله الاسيا القاعده دي اسسوها السودانيين. لما جو ان احنا وجونا ان احنا في زياره نقل نميري، ابو الزول بتاع الدويله الاسيا حاليا القاعد ده قال له يا اخي انا داير المهندسين اللي خططوا الخرطوم لازم انه يخططوا لي دبي عشان تبقى ان احنا زمان ان احنا بنعيش بكرامه جدودنا، ان احنا عايشين بكرامه ابهاتنا، عايشين بكرامه اهلنا ان احنا الكبار، ان احنا جينا اسيا حاليا ان احنا وسخنا اي ملف عندنا، ان احنا اي ملف ان احنا جينا في الجاليات ان احنا اسيا جينا وبقينا ان احنا ارخص الجاليات الحايمه في العالم والحايمه في العالم. تمام. ليه؟ عشان شنو؟ لاننا نحن جارين ورا التفاهات، نحن جارين ورا قله الادب، نحن جارين ورا القروش، نحن جارين لازم انه نحن دارين نغنى. الغنى ما بالقروش، الغنى بالعزيمه، الغنى بالاصرار، الغنى بالوقوف، الغنى بالرفض، الغنى بالغنى من الله سبحانه وتعالى، الغنى من ربنا سبحانه وتعالى، لكن في طريق الحق، في طريق الصواب. الغنى ما قروش، الغنى كلمتك تكون صح، الغنى انك انت تاسس بلدك، انت تقف في بلدك، انت تنجع بلدك، انت تمرق بلدك لبر الامان. احنا فينا المهندسين،